يعني ايه حقن الدهون الذاتية؟ بكل بساطة بنسحب الدهون من منطقة فيها تجمع للدهون ونرجع نحقنها في مكان تاني في الجسم لإعادة التنسيق. الهدف من عملية حقن الدهون الذاتية هو إعادة تنسيق القوام، عشان بيتم إعادة توزيع دهون الجسم من منظور جمالي. بيتم شفط واستخلاص للدهون من مناطق الجسم اللي بتعاني من سمنة موضعية وتراكم للدهون، زي منطقة البطن والأجناب، الأرداف، الفخذين، الذراعين، الظهر، ونعيد حقنها في مناطق تانية بتعاني من النحافة أو ضمور لزيادة حجمها، زي منطقة الوجه أو الثدي أو الأرداف، اليدين، الساقين، المؤخرة. عملية حقن الدهون الذاتية بتتميز بأمان عالي، وده لسهولة الحصول على الدهون الذاتية باستخدام أنابيب رفيعة بتدخل جوه الجسم عن طريق فتحات صغيرة حوالي نص سنتي، وبكده نقدر نتخلص من الدهون غير المرغوب فيها ونعيد تحضيرها من خلال معالجة خاصة وحقنها في المناطق المراد تعبئتها. كمان في إمكانية الحصول على كميات كبيرة من الدهون الذاتية لملء مناطق تانية كبيرة زي منطقة الثدي والأرداف. الدهون الذاتية عبارة عن خلايا دهنية حية من الجسم لنفسه، وبكده ما بيحصلش رفض مناعي ليها، ونسبة حدوث التهاب أقل بكتير من مواد تانية زي الفيلر. الدهون الذاتية عبارة عن خلايا حية بتعيش بشكل دائم ما بتدوبش بمرور الوقت، تعتبر كمان ديناميكية الحركة، بتكبر مع زيادة الوزن وبتظهر في حالة إنقاص الوزن. الدهون الذاتية ملمسها طبيعي لان ليها قوام زي انسجه الجسم الطبيعي. بكده نقدر ناكد على ان عمليه حقن الدهون الذاتيه تعتبر من العمليات اللي بتتمتع بامان عالي جدا